عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة يوميات أسماء عدلي. أسماء عدلي النهاردة جاية لكم يا هوانم اليوتيوب بموضوع جديد ومختلف. طبعا انتوا عارفين ومتعودين معايا تملي. قناتي متنوعة، فيها طبخ، فيها حلويات، فيها ريفيوهات، فيها مقالب، فيها ايه تاني، فيها وصفات، فيها كل حاجة. انا قناتي متنوعة، فطبعا زي ما معوداكم كل مرة بجديد. النهاردة هنتكلم على حاجة يمكن كتير ما يعرفهاش، في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، بس انا اقول لكم عليها. هو الجمار. مين يعرف الجمار؟ الجمار عايزه اقول لكم، انا بعد ما تتفرجوا على الفيديو وان شاء الله اكيد ان شاء الله هيعجبكم، هتستفادوا منه كويس جدا جدا. اللي اكل من الجمار ودقه قبل كده يكتب لي في كومنت، واللي ما دقوش قبل كده برده يكتب لي في كومنت، يقول لي مثلا يا اسماء لا عمره ما مر عليا، لان نازله لكم بصور، نازله لكم بايه بشكله. ده اصلا بيتباع، مش عارفه والله، انا بيتباع عند ناس معينه مش كل الناس، بس هو شكله مميز جدا. لو شفتيه عند اي حد هتبقي عارفه ان هو ده الجمار، للناس اللي هي ما دقتوش قبل كده. طبعا هو فيه فوائد كتير جدا جدا، معادن، فيتامينات، فيها حاجات كتير جدا. واكتر حاجه عجبتني في المعلومات عنه اللي هو حمض الفوليك، اللي هو بينفع قوي الستات الحوامل، بينفعوا البيبي جدا جدا جدا، ويحافظ على البيبي من التشوهات والحاجات دي كلها. كل ده انا هتكلم عنه في ايه، في الفيديو. ماشي؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش ايه، بدعوه حلوه، بكومنت تحفيزي عشان اقدر اتواصل معاكم واكمل معاكم. وعايزه كمان يا جماعه منكم طبعا لايك. وفي ناس لاول مره يشوفوا الفيديو بتاعي، بالله عليكي تشتركي، مش تخسري حاجه لو عملتي اشتراك، مش تخسري حاجه لو عملتي لايك، مش تخسري حاجه لو عملتي كومنت. يعني دوت بجد يعني في ميزان حسناتك، لسبب ان كنت انا بكبر ولا بعلى، بكبر بيكم وبعلى بيكم. صح كده؟ الواحد ما بيكبرش مع نفسه كده. طبعا ولو عجبتكم الفكره قولوا لي مثلا ايه يا اسماء، احنا عجبنا فكره انك انت تنزلي بفوائد او بمعنى اصح ان انا اتكلم عن نبات معين، عن فاكهه معينه. انا قبل كده اتكلمت عن الخوخ وعن المشمش اتكلمت عن حاجات كتير قبل كده، بس الجمار اما جه في سكتي كده قلت لا، لازم انزل بيه، لاني اقليه جدا يعرفوه، مش كتير. وعايزه اقول لكم كمان اللي بيعرفوا اكتر ناس الناس اللي هي الكبيره، يعني ولادنا بصوا اكيد ما يعرفش الجمار الا لو الاب والام بيحبوه بيجيبوه. لكن غير كده لو تيجي تقولي مثلا لابنك ايه هو الجمار، تعرف ايه عن الجمار؟ هيقولك ما اعرفش. طب انت عارف شكله؟ لا. ليه؟ عشان انت ما بتجيبوش في البيت. هي في واحده نصحتني زمان، كنت صغيره يعني، بتقول لي، هي بتحكي يعني قاعده بتحكي كده، فبتقول ايه، بتقول انا ممكن اجيب الحاجه لو لقيتها غاليه قوي. انت لو لقيتي حاجه غاليه قوي فوق طاقتك ممكن تجيبي منها نسبه صغيره. الايه بقى الفكره من كده؟ انك انتي لازم ولادك يطلعوا عارفين طعم كل حاجه، وعارفين كل حاجه بتتاكل ازاي. لان في عيب مش عارفين حاجه بتتاكل ازاي، بتتاكل امتى، طعمها ايه. مش مشكله لو حاجه غاليه شويه، ما بتكلمش على الجمهور، بتكلم على اي حاجه. ديت معلومه كان حد قايل لي عليها، او نصيحه بمعنى اصح، نصيحه. لان زي ما انتم عارفين دلوقتي كل حاجه غاليه جدا جدا، وعايزين ولادنا يبقوا عارفين كل حاجه. فالجمار يا ريت تجربوه وتجيبوه. انتوا لما تشوفوا الحلقه وتلاقوا الفايد بتاعته والفيتامينات والمعادن اللي فيه قد ايه، هتجيبوه لولادكم. دي انا حاجه متاكده منها وواثقه منها. فمع بعض بقى بعد الفاصل ان شاء الله نشوف الفوائد والاضرار. زي ما اتكلمت على الفوائد، في اضرار بس الفوائد اكتر، الاضرار اقليه. فنتفرج مع بعض، والكومنت الحلو ما تنسوش، واللايك القمر بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، والكومنت عايزاكم تحفيز يا جماعه. ماشي؟ يلا بينا بعد الفاصل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طبعا هكلمكم على فوائد الجمار واضراره. طبعا اللي ما يعرفش الجمار ده، هو عباره، يعني في ناس بتقول عليه لب النخيل، وفي بيقولوا قلب النخيل. هي حاجه من جوه النخله كده، من النخله نفسها، بس مش كل انواع الاشجار يعني، هي اشجار معينه. ماشي؟ في ناس كتير ما تعرفوش وفي ناس كتير تعرفه. طبعا اللي ما يعرفوش هيعرفوا طبعا من خلال الفيديو ده. بجد هيعرفك عنه حاجات كتير جدا، وهيعرفك فوائده والفيتامينات اللي فيه، والاضرار برضو. يعني هنجيب ده ونجيب ده. انا بحب قوي لما بجيب معلومة عن حاجة بجيب الاضرار وبجيب الحاجات اللي نافعة فيه. طبعا رقم واحد، يقلل السعرات الحرارية. يقلل السعرات الحرارية.
رقم 2، يحتوي على جرعة كبيرة من الألياف والبروتين. يحتوي على جرعة كبيرة جدا من الألياف والبروتين. و3 والأهم، طبعا يساعد على انخفاض نسبة السكر في الدم، لأنه له القدرة على إيه؟ على تنظيم الأنسولين في الجسم. طبعا في ناس كتير جدا بيعاني من مرض السكر، ربنا يا رب يحفظهم ويعفي عنهم، اللهم امين. طبعا ده بيساعدهم كتير جدا على ايه؟ انخفاض السكر في الدم، وينظم الانسولين، ويساعد كمان في الخلايا السرطانية في الجسم. ماشي، دي برضو معلومة برضو مهمة جدا. بصي بقى يا ست الكل، طبعا دي حاجة هتبسطنا كلنا كلنا كلنا، كل اللي هيسمع الفيديو. طبعا الرجالة أقلية يعني، بس نقوله مثلا ايه، الرجالة والستات، بس بالأخص دي للستات بقى. يساعد على حرق الدهون، ويقلل من مرض السمنة، ويساعد على انخفاض الوزن. يعني يا سلام سلم. دي انت بس معديه كده تجيبي الجمار، دي بص دي ما فيهاش كلام، تجيبي الجمار وتاكلي كده. يقول لك يساعد على حرق الدهون، ويقلل من مرض السمنه، ويساعد على انخفاض الوزن. يعني انت لو بتعملي رجيم وجبتيه هينفع معاكي قوي قوي قوي. طبعا مبسوطه طبعا انت ايه بالكلام اللي اسماء بتقوله دلوقتي، صح كده؟ وعايزه اقولك بقى رقم 6، يقلل نسبه الاصابه بمرض القلب. يقلل نسبه الاصابه بمرض القلب. وفي كمان نسبة ألياف عالية جدا. الألياف دي تساعد طبعا على ايه؟ تحسين الجهاز الهضمي، لأنه مادة حيوية تعزز نمو البكتيريا النافعة في جسم الإنسان. هنقول كمان في نسبة ألياف تساعد على تحسين الجهاز الهضمي، لأنه في مادة حيوية تعزز نمو البكتيريا النافعة في جسم الإنسان. يعني حلوة قوي قوي برضو، احنا نحتاج الألياف دي. وطبعا المعلومة دي مهمة جدا جدا للناس الحوامل، مهمة جدا. طبعا معروف الحوامل بيحتاجوا حمض الفوليك. يحتوي الجمار على حمض الفوليك، ويساعد على نمو ايه؟ نمو الجنين، ويحميه من التشوه. معروف حمض الفوليك بيحمي الطفل، طبعا ربنا هو الحافظ، بس هو بيحمي الطفل او الجنين في بطن الام، يحميه من التشوه. وبصي بقى النسب العظيمة دي، يعني خدي بالك من الكلام اللي هقوله دلوقتي، بالاخص ست الحوامل برضه هقول تاني. ده للجنين بالنسبه وهم في بطن الام، يعني البيبي لسه في بطن مامته. بيقول لك 100 جرام منه، 100 جرام بس يعادل 400 جرام من حمض الفوليك. ال100 جرام منه بس يعادل 400 جرام من حمض الفوليك، التي تقلل من مخاطر العيوب الخلقيه المتعلقه بدماغ الطفل البيبي والحبل الشوكي. طبعا ده حاجة كويسة جدا جدا، في ناس كتير ما تعرفش عنه المعلومة دي. انا واحدة من الناس والله فعلا ما كنتش اعرف المعلومة دي، يمكن لو كنت اعرف كنت خدته ايام بقى ما كان لسه حمل والكلام ده كله، احنا خلاص بطلنا من زمان. فطبعا ديت معلومة هايلة جدا. ادينا برضو بناخده خبرة طول ما احنا موجودين، بنقعد نتعلم كتير، يعني طول ما انت عايشة بتتعلمي. بصوا قلت لكم كل الفوائد بتاعته بحذافيرها، هقول لكم برضو اضرارها، لان المعروف عني ان انا لما بنزل بمعلومه، او انزل مثلا بمثلا بفوائد حاجه معينه، لازم اقول الفوائد وارجع اقول اضرارها، ده لو ليها اضرار. طبعا الجمار له اضرار برضو، يعني يصاب بعض الناس من بالحساسيه او الحكه، اللي هو الهرش يعني، او الطفح الجلدي والتورم. ماشي، بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الافضل ما ياكلوهوش. اللي ما عندوش حساسيه وجرب ان هو ياكله، لقى مثلا في جسمه طفح جلدي او هرش حساسيه كده بيهرش في جسمه، اللي هو الحكه دي او التورم في الجسم، تتجهي على طول للطبيب المختص. في حدوث الحاله دي تروحي للدكتور، ما تقوليش مثلا ايه تقولي لا انا هجيب له كاليمين، انا هجيب له مش عارفه ايه الحساسيه، انا هديله الدواء بتاعه. لا، في الحاله دي تروحي للدكتور، استشاره الطبيب افضل من اي حاجه عشان تبقي فاهمه. طبعا نمرة 2 والاهم في اللي هي الاضرار، لا يفيد الاشخاص اللي هما بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. يعني انت يا قمر، انت ولا انت يا استاذ اللي بتتفرج على الفيديو، عندك ارتفاع في ضغط الدم، يبقى الافضل انك انت ما تاكلش من الجمار. انت ضغطك مثلا منخفض، ممكن تاكلي جمار، بس برضو ايه يعني ما تدوسيش قوي، يعني هما امراض الضغط العالي بالاخص كمان ما ياكلوش خالص. هو كده انا قلت لكم فوائده وقلت لكم اضراره.
وعايزه اقول لكم لو في اي حاجه عايزين عنها اي معلومه قولوا لي في الكومنت. قولوا لي في كومنت مثلا يا اسماء انزلي بكذا، احنا عايزين معلومه عن كذا، عايزين فوائد كذا. برضو قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم هنزل لكم فيديوهات كتير من النوع ده، لان انا من النوع اللي بجيب مثلا المعلومه من كذا حد. يعني مش مثلا بجيب معلومه من حد واروح قايلهم وخلاص، لا، من كذا حد. انا رجعت لكم بقى بعد الفاصل، نهايه الحلقه بتاعتنا. عايزاكم تقولوا لي رايكم في المعلومات القيمه جدا ان انتوا سمعتوها في الفيديو. وعايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله هنزل لكم بحاجات برضو ثانيه تكون برضو غريبه شويه، مش معتاده، مش ولا هو تفاح ولا هو برتقال ولا هو موز، لا هننزل بحاجات تملي تكون مش متداوله كتير او مش ناس كتير بتجيبها. ليه بقى؟ ليه بنزل الحاجات اللي هي مش تملي الناس كتير بتجيبها؟ علشان لما بتعرفي فوائدها واضرارها، والفوائد بالاخص يعني هتلاقي نفسك حتى لو مش بتجيبيها هتجيبيها لاولادك. طبعا كل الجيل اصلا بلا استثناء تحسي جيل ضعيف، جيل يعني بنيانه ضعيف. احنا عايزين عيالنا تكون بنيانهم كويس، يكون جسمهم فيه كل الفيتامينات كل المعادن. لسبب ان دلوقتي انا برضو نفس مشكلتي دي، مش هقولك ان انا حاجه تانية، لا، انا نفس المشكله زيكم بالظبط، ان ولادي مش كل حاجه بياكلوها. عايزه اقول لكم الافضل والانسب لسنهم، والحاجه اللي فيها مغذيه وفيها فيتامينات بيبقوا رافضينها. بيحبوا الحاجات اللي هي ايه، الحاجات الجاهزه، يا اما يعملوا حاجات ملهاش اي فايده. طب انت طبخه وعامله وتعبه نفسك، تلاقيهم بيبصوا على حاجه تانية خالص. يعني ممكن ترسي مثلا على سندوتش جبنه وانت عامله مثلا حاجه فراخ لحمه بتاع، تلاقيهم بصوا على حاجه تانية خالص. فطبعا ده ممكن تعوضيه باي نوع فاكهه، باي نوع خضار. فطبعا الجمال لما نزلت بيه يا ريت يا جماعه تجربوه، مش هنخسر حاجه لما نجربه. ما عجبكيش ما تجيبوهوش تاني، بس هو طعمه حلو. اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد في قناه يوميه اسماء عدلي. باي 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 باي.